معايا يا صدام العربيه دي فيها ايه؟ لا العربية فيها تعديل ترومبا. ده بيقول لك ما بتمشيش معاه. هنعمل له تعديل المشي، نديله عزم، نزودله سرعة شوية. ماشي. وفيها دخنة برضه. وفيها عكاية شوية يعني شغل كده. ما هو كان بيشتكي برضه من حته الموضوع الطلمبه والمشي والسحب معاه. والعربية مفتوح عليها. راح الصنايعي المحلات فتح له عليها. مفتوح عليه. مفتوح على الوش يعني. صعب. انا عم الحاج صاحب العربيه هنتعرف عليه ونشوف اول مره يجي هنا ولا ايه. نتعرف عليك يا عم الحاج. محمد رجب معاك. اهلا بيك يا عم محمد. واخونا ما تتكسفش ما هيثم. انت من هنا من الفيوم؟ من الشوارع. من الشوارع. انت عديت كده وبعد كده رجعت تاني؟ لا وانا عارف المكان يعني، بس كنت شفت كذا سالت حد يعني كده وقالوا الاسطى صدام هنا والاسطى حسام حاجه نمره واحد. طب انت بتشتكي من ايه في العربيه؟ انا عربيه تقيله في المشي خالص. عربيه جديده ومشي ما فيش. يا موديل كام العربيه؟ 18. عربيه معناها مش متهانه ولا حاجه، بس مشي ما فيش. بتشيل قد ايه؟ اسطوانه احنا حمولتنا ما بتزيدش عن طن. فطن وعلى طريق سريع ما فيش مشي. واسطوانه وديسك لسه راكبين زيرو يعني. كمان برضه هو المشي ما فيش. يوم ما بتمشي معاك العربيه 120 دي بتبقى 100 فل و10. فكلمت الاسطى في التليفون قال لي ان شاء الله الاحسن يعني. كان حد قال ان هو يخلي العربيه معاك اقوى، جيب معاك 180 لو انت عايز. يعني انت برضو انت جيت على السمعه. على السمعه. جيت على السمعه. انت رحت لبتاع طرمبات قبل كده؟ لا انا ما رحتش، بس حد يعني واحد شغل سواقين. كلمت صاحب قال لي هتروح لبتاع الطرمبات هيدخلك في موضوع حل الطرمبه، والطرمبه بتصرف، ولما هتصرف عليك مصاريف تقيله. وممكن بعد كده الطرمبه تاثر على المكنه. تمام. المكنه لسه زيرو. بس انت في حد فاتح لك عليها؟ هي وضعها كده. وضعها كده. بس انت شاريها من الزيرو؟ لا هي كانت عند واحد حد صاحبي برضه، بس هو يعني على قده تاجر بتاع فاكهه وعلى قده مشوار اكتوبر للبلد بس. بس في حد فتح له عليها بس برضه على قد فتحه دي مفيش مشي. مفيش فايده. يعني انت بتقول حد فتح المفروض العربيه تمشي. لا انما هو فتح والعكس. هو قفل بقى ولا ايه؟ انت معاك عربيتك؟ كان معاك عربيتك كده؟ انا كان معايا واحده 2008 بسم الله ما شاء الله كانت بتمشي 170. ولا رحت له بتاع طرمبات ولا حاجه. ما شاء الله. وان شاء الله عشان ربنا ثم في الوسط خير ان شاء الله باذن الله. انت بتبقى كمان بتبقى عايز ايه من الصنايعي؟ انا لما بروح لصنايعي اكيد انا ببقى نفسي يعمل لي حاجه كويسه. انا من عادتي انا معايا عربيه ميكروباص عامه. اروح للصنايعي يعني لو الحاجه تسوى 500 جنيه وياخد مني 1000 بس يظبطها لي مش اشكال عندي الفلوس. انا اهم حاجه عندي ان الشغل يطلع مظبوط بس. انما موضوع الفلوس ده جنب تاني. بس والحمد لله. بتوع قطع الغيار بقى مالهم بقى؟ مالهم ايه بقى؟ انا عايز اتكلم. لا قول لي بقى ايه موضوع بتوع قطع غيار؟ دول على جنب بقى. خليهم على جنب. قول لي بقى انا بقى تاجر قطع غيار تنصحني بايه؟ انا عندي محل قطع غيار. تمام. ايه المشاكل اللي انت شايفها عندنا بتوع احنا كبتوع قطع غيار؟ ما احنا مبدئيا ما عندناش ضمير. ما فيش زيادة الاسعار. مبدئيا ما عندناش ضمير. لا قول الصراحه. لا زيادة الاسعار بس. زيادة الاسعار. يعني الحاجه النهارده ممكن تجيبها ب 100 جنيه بكره تلاقيها ب 150. ازاي مش عارف. بس طيب وهو عندهم حاجات مركنه يعني. ودي شيء اكيد. ما هو بيتكلم على اساس ان هو هيجي يشتري الجديد. تمام. هو بيتكلم دلوقتي ان هو بيبيع لك على اساس ان هو لما يجي يشتري الجديد. هو كل واحد مغصوب على امره. بس كلنا مغصوبين على امره. الحمد لله. هو بس احنا معذورين في حته الاسعار دي. انا مشكلتي ان انا ما بيهمنيش السعر قد ما يهمني الجوده. تمام. انا مش خد بس اديني حاجه كويسه. ما هو مظبوط. ايوه يعني لو حاجه صح وسعرها غالي مش هتفرق معايا. يعني انت ما تدينيش حاجه شمال كبتاع قطع غيار وتيجي تديهاني بسعر المظبوطه. ما ينفعش برضه يا عم محمد ولا ايه؟ او ما اشتريش مثلا النهارده حاجه
واجي بعد اسبوع ولا 10 ايام الاقيها باظت. لا ده دي برضه مشكله. ما هي دي برضه. دي مشكله برضه. تمام. يعني انت عايز حاجه كويسه، غاليه غاليه يا سيدي بس يبقى كويس. هو بقول لك الغالي ثمنه فيه. بس يعني غاليه غاليه بس ثمنها فيها حاجه تعيش بمعنى اصح. طبعا تروح لمحل قطع غيار اول ما تقول له ايه طب انا كنت اشتريت قبل كده، لا انا ماليش دعوه بغيري، يفضل يعمل لك فيها ان هو ايه مستر جنرال موتورز. انا ليا دعوه بالنهارده. لا يقول لك ماليش دعوه بغير ان هو اللي اداك ضحك عليك يعني. تمام. يعني لا يعني انا يعني انت عندك الفانوس بتاع الاشاره يعني جايبه ب 130 جنيه. ماشي، اجي اسال عند واحد تاني الاقيه ب 180. فانوس الاشاره ده؟ لا العربيه الميكروباص. للميكروباص. اللي هو الصيني موضوع تاني. يعني شوف 130 من 180 50 جنيه فرق. طب يمكن ابو 130 ما يعرفش السعر. لا عارف. ولا ابو 150 حرامي. لا ما لا بلاش. الله اعلم. انا ما بشتغلش ميكروباص على فكره، شغال دبابات بس. تمام. يعني انا بشتغل دباب. تمام. يعني انت الفكره كلها ان انت بس الراجل بتاع يعني بتاع قطع الغيار ده يرحم شويه بس، وفي نفس الوقت يديني كويس يا سيدي، خد اللي انت عايزه مش مهم الفلوس بس اديني الحاجه الصح. اديني الحاجه الصح ليه ما اعذرش يعني بعد كده. تمام. حبيبي يا عم محمد، عايز تقول حاجه ثانيه؟ لا الحمد لله، ربنا يهدي الميكانيكيه بس علينا وبتوع قطع الغيار والمستوردين والدنيا دي كلها. كل حاجه. حبيبي يا عم محمد، انت مشرفتني والله. شرفتنا. تعالى اسمي الكريم ايه؟ طمنا ايه الاخبار يا عم محمد؟ ايه الاخبار يا عم محمد لما انت جربت العربيه؟ والله بسم الله ما شاء الله. فرق يعني 100%. والله. طيب برضه هيبقى قدام منه تعديل سحب، احنا كنا بنعملها تعديل سحب. تعديل سرعه. تمام. الله اكبر يعني. عمر العربيه ما فرقت مني في الارض. في ملف او في طلع او في اي حاجه. تمام. تمام. يعني انت الحمد لله العربيه معاك كده كويسه؟ بقول لك فرق. ضمانه عنده ضمان قد ايه؟ مدى الحياه. مدى الحياه. مفيش ضمان عمر. وقت ما يجي يعني. بس انا بطلع كده بقول يا باشا اي حاجه مزعلك ارجع لي، حسيت بدخنه ارجع لي، حسيت باكل جاز ارجع لي، حسيت ان عربيتك ما فيهاش ماشي او عزم ارجع لي. تمام كده. تمام. تروحش تلعب عند حد. بس تمام يا عم محمد. وبرضه انا بقول لك تاني، انا اللي بقول لك عربيتك عامله ايه؟ والله الحمد لله بامانه. والله 100 100. عربيه فرقت قد ايه؟ كتير. تمام كده يا هندسه. تمام يا ريس، شكرا يا حسام، شكرا يا عم محمد. حبيبي يا عم محمد، تسلم يا باشا.